والعذاب اخوتي المغاربه، مرحبا بكم. اليوم غادي نحطوا النقاط على الحروف وغادي نقولوها بالصوت العالي. حكومه الزيادات والوعود الخاويه سالات، هي مساله وقت صافي. هاد الحكومه اللي عايشه في سكرات الموت وضعها صعيب بزاف وواضح على وجوه الوزراء. شفناهم كيبانوا مهزوزين، طريقه الرد ديالهم فيها تعالي وضعف، كيهضروا على الدستور وهما أول من خرقوه في قضايا التضارب المصالح وفي حقوق المواطنين وفي إغلاق المرافق العمومية. شفنا كيفاش الناطق الرسمي كيتعامل مع الصحافة بواحد الفظاظة والغلظة اللي ما كتشرفش هذا المسار ديال البلاد. المغاربة كلهم خارجين كيهضروا وكيطالبوا بإقالتهم، ولكن هذه الحكومة مازال كتقول لنا باللي إرضاء الناس جميعا من المستحيل، وكيتجادلوا معنا بالمنطق ديال اللي صوت واللي قاطع. المشكل ماشي غير تغيير الوزراء، المشكل أعمق، كاين في مسار الدولة كامل، في ضعف القضاء وضعف الصحافة وضعف البرلمان. واش هادشي كامل ما يستاهلش أننا نوقفوا ونشوفوا اش وقع؟ وكيفاش وصلتنا هاد الحكومة لهاد الدرجة ديال الاحتقان وكسر الحياء، ولات شي أطراف كطالب بالقرطاس؟ هادشي اللي غادي نناقشوه اليوم بالتفصيل. ولكن قبل ما ندخلوا في هادشي كامل، دعمونا بالاشتراك في القناة وعملوا لايك للفيديو باش يوصل لأكبر عدد من المغاربة واللي يهمهم هذا النقاش. شوفوا معايا الخوت، الحالة النفسية اللي كيمر منها المسؤولين حاليا كتوري باللي قناعتهم أنهم غادي يمشيو في حالهم صافي. الناطق الرسمي كيبان مهزوز وضعيف في المناورة، وكيبدا يحقق مع الصحافي اللي سولو بحال كاين في الكوميسارية. كيقول لك انت شكون اللي عطاك هاد المعلومات؟ انت معاهم. الطريقة ديال التعامل كتعكس واحد التوتر كبير وكتفقد اللياقة. مستوى الحوار متواضع بزاف، هذا واحد من أعطاب الحياة السياسية عندنا. التعيين كيكون بناء على الولاء ماشي الكفاءة، اللي عنده الولاء كيدوز واخا ما يكونش كفء، وإحنا كنعيشوا النتيجة. وزير في شرف محاورة صحفي على المباشر وكيجاوب بعنف وتعالي. هذا المسؤول اللي كيمثل الحكومة المغربية فشل في جواب على سؤال عادي: واش هذا غير حل مشاكل المغاربة؟ هادشي واقع في البلاد. منين سولتوا الصحافة على استقالة الحكومة قال لك حنا كنمارسوا مهامنا الدستورية وإلا اقتضى الأمر غنمشيو في حالنا، ولكن الشباب من حقهم يعبروا، وهذا الشيء كينص عليه الدستور وكيقول لك باللي الشباب باغيين يتفاوضوا معاهم، ولكن أهم مطلب عند الشباب هو إقالة الحكومة نفسها. هاد الحكومة اللي ماغيه تفاوض ما عارفاش الشباب اش باغين. والخطير في كلام الوزير على الاحتجاجات هو ذاك الرد اللي تيقول باللي إرضاء الناس جميعا من المستحيل، وكيجبد تاريخ الحكومات السابقة بن كيران، الفاسي، جطو، وكيزعم باللي ديما كاين اللي كيصوت وكاين اللي طالب بالإسقاط. ولكن كنقولوا له ما عمرنا ما شفنا هاد الهيجان وهذا الرغبة الشعبية في الإقالة كيف اللي شفنا في عهدكم نتوما. والملاحظة الثانية الأهم، نتوما كتقولوا باللي صوت عليكم بزاف ديال المغاربة، حنا ما كنسمعوش هذوك اللي صوتوا عليكم. ياك عندهم تليفونات وبيسيات، ياك عندهم حق التعبير، خاص يخرجوا للزنقة ويدافعوا على الاختيار ديالهم، حيت اللي كنشوفوه كيهضر دابا هو اللي ما صوتش عليكم، اللي عطاك صوته خاصو يدافع عليك. حنا ما كنشوفوش هاد الناس. الوزير كيقول باللي الحكم بيننا وبين الشعب هو الدستور، واي قرار سياسي سيتم وفقا للدستور. مزيان، ولكن فينا هو احترام الدستور؟ الدستور اللي حاكم بيناتنا نتوما ما عندكم به حتى علاقه. الدستور كينص على تجريم تداخل المصالح، ورئيس الحكومه كيدير لي زافير ديالو، كيدير الصفقات وكيحجب المعلومه على الخواص، والشركات اللي كتاخذ الصفقات كتاخذ دعم من الدوله. وحتى وزير الشباب متهم بتداخل مصالح مع شي شركه كتاخذ دعم من الدوله للشركه ديالو الخاصه. والادهى من هذا الشيء، الوزير المحترم ظهرت عليه وثائق لم ينفيها بخصوص تفويت أرض بمليار و200 مليون لزوجته، وما عنوش على القيمة الحقيقية ديالها وكشفوا عليها ب100 مليون. هاد الشيء ضيع خزينة الدولة في الملايين ديال فلوس الشعب. فينا هو الدستور اللي كيهضر عن النزاهة والشفافية؟ وفينا هو الدستور اللي كيفرض على الدولة توفير الصحة؟ الفصل 32 من الدستور حنا كنشوفوا المستوصفات مسدودة. مثلا المستوصف ديال مغرس في إقليم جديدة مسدود، مرفق عمومي مسدود. واحد من عناصر المرافق العمومية هي الاستمرارية، ما خدش تحبس. شوفوا الحالة الكارثية ديال المركز الصحي القروي بالحد أولاد عيسى،
هذا عيب وعار. مرفق عمومي مسدود في الساعة الثالثة بعد الظهر. وحتى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي صيفتها سيدنا، شوفوا الحالتها كيفاش دايرة. كنشوفوا الزبل والحالة ماشي هي هذيك وسط بلدية مدينة الجديدة. واش هادشي ما يستاهلش أننا نحاسبوا المسؤولين؟ هنا كيتطرح السؤال على مبدأ المساواة أمام القانون. الشباب اللي تشدوا منين خربوا الصافطات خصهم يتحاكموا مزيان، ولكن كاين تخريب آخر أخطر، تخريب العقول. فاش كنشوفوا شي واحد كيشجع على العنف، كنشوفوا إنسانة كاتبه على صفحتها باللي كيعجبني القرطاس بواق بواق. هاد السيدة اللي كتقري ولادنا في التعليم العالي كيعجبها تسمع القرطاس اللي كيقتل البشر. واش هادشي ماشي خطر على المجتمع؟ هاد السيدة هادي اللي كيعجبها القرطاس، منين تقتنا جوج الوزراء مشاو جابوها وعطوها بطاقة باش تهاجم. هذه اللي طعنت في الشرف ديال العائلة ديالي بكلام حاقد وواضح جدا. في أسوأ سنوات الجمر والرصاص ما كناش كنعيشوا هذا الوضع القضائي اللي كنعيشوه دابا. مشينا عند وكيل الملك، حطينا الشكاية بالصوت والصورة وما داروش معنا حتى شي حاجة. السؤال الأهم هنا، علاش وكيل الملك ما تابعهاش؟ وشكون اللي حط القاضي أو وكيل الملك في هذا الموقف؟ القضاء كيضطر وكيوحل، عارف باللي أنا عندي الحق ولكن ما قادرش يتابعها. إذا كاين شي واحد حاميها. القانون الجنائي كيجرم الإخلال بالحياء العلني. هاد السيدة كتكتب كلام نابي وكتقول كلام تحت السنطة بحال ولد العاهرة بالدارجة. النيابة العامة والسلطات كتشوف هادشي ومع ذلك ما كتحركش. ولكن واحد الدري في طنجة دار تدوينة على موضوع آخر ما دار به حتى واحد شكاية ومشات السلطات جابتو. واش هادي مساواة قدام القانون؟ علاش النيابة العامة ما كتحميش القانون الجنائي ملي كيتعلق الأمر بهاد السيدة؟ إلا ما تابعناهاش كنغديو الشكوك عند الناس باللي هادي محمية. واش كنغديوها ولا ما كنغديوهاش؟ هاد الممارسات هي اللي كتزرع عدم الثقة في الشباب. هاد السيدة كتطالب بالقرطاس والبشر يموت في بلاد المغرب وقف الإعدام. هاد الشيء كيشيع العنف والجريمة. إلا وصلنا لهذا المستوى وتجي تقول لنا غنتحاوروا مع الشباب، هاد النوع ديال الممارسات واش كيزرع الثقة؟ ربما إلا تشدات هاد السيدة تقدر تجر معاها اللي كيحميها، وربما اللي كيحميها ما يقدرش يغامر. جريمتها واضحة ومشهودة. كيفاش اللي كيدير جريمة كنقولوا ليه القرطاس؟ اللي دار شي فعل المحاكم هي اللي تحكم. المجهول السياسي كيشوف هاد التناقض الصارخ اللي كيزيد من احتقان الشارع. هاد الحكومة اللي كتكرفص على عيالات الناس وأمهاتهم وما كتحميهمش، ربي ما كيشوفش؟ راه غتجيهم الدقة عاجلا أم آجلا. حشومة وزير يلجأ لهاد النماذج باش ينتقم من واحد الإنسان غير حيت أزعجوا بلسانه في إيطاع مهني. الوزير اللي كيقول باللي الحكم بيناتنا هو الدستور، خاصو يعرف باللي الدستور ما مقلولش والمغاربة عارفين قراءة الدستور. الملك عنده حق الإعفاء. الفصل 49 كيقول باللي للملك بمبادرة منه بعد استشارة رئيس الحكومة أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة. المشرع ما حبش شحال من عضو، قال أو أكثر، يعني يقدر يعفي حتى الحكومة كاملة إلا شاف الأمر يتطلب ذلك. الأهم من هذا الشيء هو الفصل 42 اللي كيقول باللي الملك هو رئيس الدولة وممثلها الأعلى وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها ويسهر على احترام الدستور. انتوما خرقتوا الدستور. أولا خرقتوا الفصل 22 اللي كيتعلق بالمس بالسلامة البدنية وحق التجول. شنا ناس كيضربوا الطرشة، ناس معلقين، ناس كيتجرجروا، مشاهد عنيفة جدا. خرقتوا حتى الفصل 24 اللي كيحمي الحياة الخاصة. وشفتوا اللي دخلتوا الواتساب ديالو والتليفون ديالو، هادشي ما كيجوش إلا بإذن من قاضي التحقيق أو وكيل العام في حدود ضيقة جدا، ماشي في كل حالة عادية. خرقتوا الفصل 32 اللي كيضمن الحق في الصحة والمرافق مسدودة. خرقتوا الفصل 36 اللي كيتعلق بتضارب المصالح. والأخطر هو محاولة الإساءة لسير المؤسسات الدستورية. الحكومة مدابزة مع المعارضة ومدابزة مع الشعب ودايرة الخصومة مع الجميع. وشفنا كيفاش ضغطوا على الرشيدي وضغطوا على الشامي وضغطوا على المندوب السامي لتخطيط الحليمي. هادشي ما كيعزش الاختيار الديمقراطي اللي من قوامه حق التظاهر. والناس خرجوا وفرشختوهم واعتقلتوهم اعتقالات عشوائية.
واش عرفتوا باللي الدستور اللي كتحاجوا به نتوما راه جابوا التظاهر، حركه 20 فبراير والتظاهرات هي اللي جاب الدستور 2011. كما التظاهر جاب الدستور يقدر يجيب دستور اخر ماشي غير حكومه. وملي كتنعدم الحلول الدستوريه امام المغاربه نتوما كتسدوا عليهم الابواب وكتقولوا ما كاينش المخرج الدستوري. هادشي تحريض بالوعي وغير الموعي على الشارع، وكتقولوا المغاربه ما عندكم حل. اذا شو ديروا؟ هادشي خطير. الملك هو ضامن دوام الدوله واستقرارها. الملك ما كيخرجش يخطب في جو مشحون فيه العنف. وقاش كنتواصلوا حتى كيتكالم الجو، حتى كيبرد الحال. المطالب خاصها دراسه ماشي غنجاوبوا عليها في لحظه انفعال. الملك يدرس الامور ويقدر يجي الوقت اللي تكملوا فيه نتوما. ولكن المراقبه خاصها تعزز. المشكل الحقيقي كاين في العمق. واش الوزير عنده سلطه؟ واش عندنا صحافه حره تسول الوزير؟ واش عندنا برلمان حقيقي كيدير التشريع ولا غير كيفاليدي القوانين؟ واش عندنا قضاء مستقل 100%؟ القضاء اللي كيراقب الانتخابات والمستشفيات والجرائم؟ واش عندنا قضاء يعيط الوزير يواجهه؟ انا كنقولها بصراحه، القضاء ماشي مستقل في جميع القضايا. واش دار معايا بحث قضائي فاش دعاني الوزير؟ ما كانش بحث قضائي، حيت الطرف الاخر خصمو وزير. راه كاين قضاة شرفاء، ولكن فاش كنشوفوا محكمة النقد كتربح قضايا في حال ديالي وكيجيو لجان وهمية. شكون اللي ورطنا في هذا المستوى؟ كنقول هذا الشيء باش يعرفوا المسؤولين باللي راه كاين تجاوزات، كاين ظلم، كاين طغيان. القضاء الإداري يقدر يتجاوز طلبات ديالك، وراه كاين هذا المشكل في بعض الأحكام. ملي كيكون عندك شي دفع بالصح القاضي ما كيجاوبكش عليه كاع، وكيقول لك باللي لا يمكن للمحكمة أن تجاري الأطراف في جميع طلباتهم. هذا الشيء هو اللي كيخلق الاحتقان. إلى ختامنا شفنا رئيس الحكومة كيدير أخطاء لغوية خطيرة. فاش كيكون رئيس حكومة عنده عجز لغوي في هذا المستوى من التكوين، كيفاش غادي يحل مشاكل المغرب؟ كيتكرفص على عنصر من عناصر السيادة اللي هي اللغة العربية. واش هذه هي بلاد المثقفين، بلاد السوسي والجابري والعروي؟ حشومه نوصلوا لهذا المستوى. رجال المال هما اللي وصلوا، ولينا كنعرفوا بلادنا ما كتشبه ليناش. المغاربه اللي مسالمين ولاو كيطلعوا فوق الصطافيطات، ولاو كيقتحموا المخافر. هذا الشيء قله من المغاربه، ولكن هذا الشيء ما عجبناش. خاصكم نتوما تستقلوا وتحشموا على بلادكم. واش بغيتوا البلاد تشعل فيها العافيه؟ ما كنعيدوش العيد بحال الناس. الحليب ما بقاش، الغنم ما بقاش غنمنا، ولينا كنجيبوا الغنم من اسبانيا والبقر من البرازيل. الدواء في المستشفيات ما تلقاش. المغاربه كلهم خارجين وكيهضروا. هذا الوضع اللي كنعيشوه وصل لدرجه ما عمرنا شفناها. والله المستعان.